السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تفريز الفواكه. عندنا جوافة، عندنا فراولة، عندنا موز. هنفرزهم مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو. عندنا هنا الفراولة، هنا كده هننزلها في الاكياس كده. هنا هننزل عليها بالسكر كده، هنحط عليها سكر كده حسب انتي عايزة تحطي سكر قد ايه فيها. كده بيكون عندك الكيس جاهز، بيطلع من الفريزر، تضربيها في الخلاط على طول وخلاص كده هتبقى سهلة معاكي. نفس الطريقة دي حلوة قوي، تقعد معاكي من السنة للسنة. هنا ننزل بالسكر برضو، نفس الموضوع. كده بقى اللي عاوز يشيلها في اطباق فويل كده بالطريقة دي. هنرش السكر على الوش كده، كده بيكون الطبق معانا جاهز. ايه رأيكم يا حبايبي؟ سهلة وبسيطة. هنا عندنا الموز، نكون مقشرينه كده بالطريقة دي. هنا هنقطع الموز، هنقطعه شرايح كده. كده هنقطع كله بالطريقة دي. هنا عندنا ليمونة، نعصرها على الوش كده. الليمون بيحافظ على لونه، ما بيخلوش يغمق معانا. هنقلبه كده كله كويس مع بعض كده بالطريقة دي. هنا ننزله في الاطباق بتاعتنا كده. بس كده بيكون الطبق جاهز معانا بالهنا والشفا. هنا نحطه في الاكياس كده. ايه رأيكم؟ كده بيكون جاهز معانا. عندنا هنا الجوافة، هنقطعها كده نصين كده.
عندنا هنا بولة فاضية، هنطلع كده قلب الجوافية من جوه كده، بتكون سهلة معانا وما بنقعدش نصفي فيها كده، تبقى جاهزة معانا سهلة. بصوا كده، بصوا قلبها كده، يبقى الكيس جاهز معانا على طول. هنعملها كلها بالطريقة دي عشان تبقى سهلة معانا جدا. بصوا كده، ده القلب اللي طلعنا منها. نحط ليمونة برضك عليها عشان ما تسودش معانا بالطريقة دي كده. نقلبها كويس كده، ده بالطريقة دي. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ كده بقى ما بنقعدش نصفي فيها، يبقى الكيس جاهز معانا على طول. كده نحطها في الاكياس الطريقة دي كده. هنا ضربنا القلب بتاعها، ضربناه في الخلاط كده، هنصفيه كده. كده ايه رأيكم؟ كده وكده بيكونوا جاهزين معانا، يكونوا بالطريقة دي كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.